فرضا رجل حكم عليه بالإعدام وهو على حبل المشنقة يهددك: سأقتلك، تضحك أم لا تضحك؟ لماذا؟ تقول الرجل الذي محكوم على الإعدام هذا ثواني ويموت، لا يملك أسباب إيذائه. كذلك الناس، نحن نحيا في حرب وهمية، أنا وأنت، أنا أولكم ترى، نحن نحيا في حرب وهمية. نخشى الناس وهم لا يملكون لنا عمرا ولا يملكون لنا رزقا، ونخشاهم. نخشى كلام الناس والله بيده المقادير والأعمار والأرواح والصحة والعافية. الناس تتكلم كثيرا، لكن أنا وظيفتي أن أعلم أن الناس لن تستطيع أن تخطو خطوة واحدة تجاهي إلا إذا قدر الله. قال الشعراوي رحمه الله كلمة جميلة ورائعة وتكتب بالذهب. الشعراوي رحمه الله يقول: أقصى ما يفعله الناس بك أن يفعلوا ما كتب الله لك. تصور كلمة هذه ليس تبعث الأمل، توقد في قلبك شعلة الأمل. فلماذا أنت تخشى من الناس؟ لا العمر بأيديهم ولا الصحة بأيديهم ولا الأرزاق بأيديهم، حتى السمعة. أنت ربما تقول يتكلمون علينا الناس، تكلموا عمن هم أفضل منك. ليس المهم الوجاهة عند الناس، بل الأهم عند الله. فلهذا الناس تتكلم، تحسد، تراقب، تحرف، تنتقص منك، لكن أنت كن جبلا أشم. أنت إذا من داخلك مطمئن كان كل ما يجري من حولك اطمئنان، لكن أنت إذا حييت حياة حرب نفسية من الداخل سترى أن كل الناس أعداء، كل الناس يتربصون بك. أنا سأهاجم، تغضب على أي كلمة، لأن النار تشتعل بقلبك وتريد قشة حتى تشتعل بها، قشة من أي كلمة. لهذا يجب أن تكون مطمئنا حتى من الداخل حتى تنبعث السعادة من ماذا؟ للخارج. كل الناس تتكلم، لكن الذي يبني مجد هو أحيانا الذي يتجاهل، الذي يبني ويصمت. علي رضي الله تعالى عنه قال كلمة رائعة، قال علي: نصف العافية التغاضي، يعني التجاهل، يعني بين قوسين طنش. نصف العافية أن تطنش ما تسمع. لأنه لماذا؟ تجد السكري، الضغط، الأمراض، سكتة قلبية، يحمل هم الدنيا إن حملت هم الدنيا لن يزد في عمرك خطوة ولن يزد برزقك درهم. فأنت يجب أن تحيا نظيفا، بمعنى آخر نفض نفسك وجسدك وعقلك من كل توابع الهم، واتكل على ربك. الله يحب المتوكلين، الله عز وجل يحب أن تأنس به سبحانه وتعالى. فعلي لما قال التغاضي أو نصف العافية التغاضي ما قال عبثا، كأنه يقول لي ولك: إذا أردت أن تحيا سليما ذهنيا جسديا فكريا، هذه نظفها، دع الناس تتكلم، ناس لن تصمت. يا أخي تأله على الله. بمعنى آخر رزقهم وعبدوا غيره، أوجدهم وعبدوا غيره. الله عز وجل علمهم الكتاب والحكمة وقالوا اتخذ الله ولدا. إذا وصلوا لله ألا يصلون إليك؟ من أنت؟ نحن بشر، فطبيعة الناس أن تنهش، ونادرا جدا أن ترى من يرمم. لهذا أنت حتى تحيا بعافية اهتم بنفسك، عش مملكة نفسك. أنت إذا انشغلت بحروب نفسية هنا وهناك لن تنشغل بذاتك. النجاح هو أن تجعل المشروع هنا نفسي مشروع، أنا أجعل نفسي مشروع. أما إذا أنا أجعل الدفاع عن نفسي مشروع سأمضي كل عمري أدافع، سأمضي كل عمري ماذا؟ أدافع. انشغل بنفسك واجعل لها مشروع قيم. فلهذا عش مملكة نفسك ودعها. الناجح من يحياها هنا براحة نفسية عارمة، تجتاح في نفسه مع أسرته مع أمه مع أبيه، هذا الناجح. أما الذي يمسك وماذا قالوا ماذا تكلموا ستبقى تحيا في دوامة تدور وتدور ولن تنتهي منها.